مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي علشان بكره. النهارده هنتكلم على ملف الطاقه. ملف الطاقه من اهم الملفات او التحديات اللي هيواجهها الرئيس الجديد للبلاد. هذا الملف يمكن بقاله فتره كبيره جدا بيواجه الحكومه او الحكومات المؤقته المختلفه، ولكن حتى الان لم يوضع حلول جذريه لهذا الملف. طبعا ملف الطاقة مش هيبقى ليه انعكاس، أو أزمة الطاقة مش هيبقى ليه انعكاس فقط على المواطن البسيط أو استهلاك المواطن أو احتياجات المواطن اليومية فقط، ولكن كمان هيبقى ليه انعكاساته على الملف الاقتصادي، يعني الإنتاج، يعني المصانع، يعني احتياجات المصانع أو مشاكل اللي هتواجهها المصانع الفترة القادمة. برغم طبعا أن في حلول كانت مطروحة حوالين استخدام مصادر أخرى للطاقة، زي مثلا القرار اللي أكده أو اللي أصدره رئيس الوزراء حوالين إدخال الفحم كمزيد من الطاقة داخل المنظومة. مش عارفين هل ده هيبقى حلول كافية أم لا. عشان كده هنتكلم على حجم إنتاج مصر من الطاقة في الفترة القادمة بالمصادر المختلفة. هنتكلم أيضا عن احتياطي الموجود بالنسبة للطاقة الموجودة عندنا في مصر. هنتكلم هل أزمة الطاقة الموجودة عندنا هي أزمة طاقة حقيقية، نقص في الطاقة، أم هناك أزمة في إدارة موارد الطاقة اللي موجودة عندنا في مصر، من خلال خبير البترول المعروف المهندس محمد شعيب، وهو الرئيس الأسبق لشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. ده موضوع حلقتنا النهارده، اعتقد هو موضوع مهم وهنشوف حلول مقترحه من خبيرنا اللي موجود معانا النهارده في حلقتنا. وزي ما عودناكم من خلال الحلقه بنتكلم على اهم الاشياء المطروحه لادخال موارد جديده داخل الموازنه العامه للدوله، وكان المطروح في الفتره السابقه حوالين ضريبه القيمه المضافه اللي هتعمم، وايضا هذه الضريبه سوف تفرض على البائع الجائلين، على اعتبار البائع الجائلين اقتصاد موازي يجب ان يستفاد به في الفترة القادمة كإيرادات داخل الموازنة العامة للدولة. هل البائع الجائلين بالفعل يعني موافقين ان هم يدخلوا في هذه المنظومة، ام هناك شروط هم طرحينها كبائع جائلين لإدخالهم في هذه المنظومة، على اعتبار ان المنظومة دي هتفرض عليهم ضرائب معينة داخل إطار الدولة؟ تعالوا نشوف هذا التقرير ونشوف آراء البائع الجائلين وايه الشروط المطروحة من قبل البائع الجائلين بالنسبة للحكومة لإدخالهم في هذه المنظومة. فاحنا عايزين يعني شكارتين اسمنت يبنوا لنا اي حاجه كده، يلموا 6 مليون ولا 3 4 مليون في القاهره ولا 2 مليون في القاهره، خدت بالك، ويعملوا لهم رخصه، وكل واحد يبقى وبرضه ياخدوا مثلا ايه يعني رسوم، يعني مثلا اي حاجه، خدت بالك. فاحنا عايزينه البلد تمشي في امان. لو مكان حيوي في مكان عام مش هيفيدني وهيبقى فيه مصلحه ليا، وهننضف الشوارع، انما مكان في الصحراء ما يلزمنيش. بعدين ما يدونيش مكان، ما يعملوش حته طرد يقول لك تعالى خد ليك في اماكن هنا ولا ليك سوق هنا، لا انا عايز باكيه برخصتها وتعالوا خدوا مني رسوم كل اخر شهر. طالما المكان ليه 4 حيطان و4 جناب واقف فيه كويس، طبعا اكيد هينفعني اصلا. لكن هتنقلني من مكان توديني كده، هو زي ما هم بيقولوا هنا هيحطوكم في اماكن من غير اي حاجه، يعني من غير حيطان من غير حاجه. اذا انت دلوقتي بقيت عايز تذبحني انا واللي جنبي، نتخانق مع بعضنا، انت وسع لا وسع انت مش عارف ايه، في النهايه خلاص هنقوم خناقه، يبقى واحد في السجن وواحد مثلا في المستشفى. موضوع كويس على اساس ان ما يحصلش فيه توتر في الشارع، ويبقى فيه امان بالنسبه لطريق للناس تمشي، بس يكون الطريق محدود. هم مكونين اساسا المكان على قد ايه، كل واحد ياخد المترين بتوعه على قد المترين بتوعه، ما يكونش واحد زياده عن الثاني، ولا يعمل فرشه تكون طويله عن الفرشه الثانيه عشان ما يحصلش مشاكل، وربنا هو ان شاء الله يكرمنا. لو في مكان برخصه ومكان نظيف ومكان يعني انت تسواه اعلانيا، ومكان يعني احنا ناس متعلمين، كل ده متعلمين، ولا اقل واحد فينا عنده 3 4 عيال، مش مستاهله. اهم حاجه يكون مكان نظيف وتسوى، زي سوق غزه ما اتنقل كده راح الزاويه الحمراء واشتغل، زي سوق رود الفرج ما راح العبور واشتغل. مش مشكله المكان، بس اهم حاجه يكون مكان نظيف وفي مرافق واربع حيطان تقفل بابك على حاجتك. طبعا لو ادوني مكان يليق بينا كباعة جائلين كده هو احنا موافق عليه، انما هم عاوزين ياخدونا من العشوائيه لعشوائيه اكتر.
بنرحب بضيفنا الكريم خبير الطاقة المهندس محمد شعيب، وهو الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. الغازات الطبيعية هو ما فيش إلا غاز طبيعي بس، ولا في مجموعة غازات أخرى؟ لا، الغازات كتيرة وبتعد من مصادر الطاقة أيضا؟ يعني أنت عندك مثلا، ما هو الغاز في ميثين، في إيثين، في بروبين، في بيوتين، كله اللي بيطلع دي غازات، دي كلها مجموعة غازات. خلاص يعني ده معناه ان احنا نطمن عندنا مصادر مختلفة من الطاقة اللي ممكن نستفيد بيها في الفترة القادمة. لكن خلينا نوضح في بداية الحلقة من خبير زي حضرتك، وكنت يعني داخل إطار منظومة الطاقة في مصر، حجم الطاقة عندنا في مصر قد إيه، ومعدلات النمو هذه الطاقة، الاستهلاك الاحتياطي، يعني عايزين نعرف أرقام حقيقية. مصر طوال العقود الماضية بالكامل تعتمد في الطاقة على البترول، ويكاد يكون البترول فقط. بمعنى البترول ممثل في الزيت الخام ومشتقاته اللي بتنتج نتيجة تكرير الخام ده، والغاز الطبيعي هو تقريبا المسيطر بنسبة تتعدى 96-97% من مصادر الطاقة الأولية في مصر. بمعنى ان تقريبا كل الاستهلاكات بتاعتنا هي في مشتقات بترولية وغاز طبيعي. وفي الكهرباء تقريبا بنتكلم فيما يتعدى 91% بتعتمد على الغاز الطبيعي والمازوت والسولار كمشتقات للزيت الخام، و9% فقط من التوليد الحالي في مصر اللي بيغطي الطلب هو مائي جاي من السد العالي ومحطات توليد الكهرباء. المصادر الأخرى اللي بتدعم من مصادر والرياح، بس المائي في الحالة دي يعني المصادر طاقة لا تندب، يعني مستمرة. مظبوط. ودي نقطة هنتكلم عليها. البترول زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ده مصدر ناضب للطاقة، مهما بلغ حجم الاحتياطي فهو مصيره إلى زوال، إلى لأنه طاقة ناضبة من اسمها واضح مصدرها وما تقول إليه. هذا لا يعني أن تتوقف دائما وأبدا الاستكشافات البترولية، لابد أن هي تكون موجودة. البحث عن البترول وعن ممثل في الزيت الخام والغاز لابد أن يكون موجود في الأونشور والأوفشور، يعني في أراضي مصر الصحراوية والدلتا، وفي بحار مصر بالكامل سواء بحر أحمر أو بحر أبيض متوسط في مختلف الأعماق، لتعظيم الاستكشافات وتعظيم الاحتياطي وتعظيم الإنتاج في نفس الوقت، سواء في الزيت أو في الغاز. ولكن عشان نرجع تاني بقى لمصادر الطاقة، عندنا مصدر آخر للطاقة وهو الشمس. الشمس طاقة متجددة بتجدد الحياة، بمعنى ان كل يوم حضرتك بتصحي الصبح تلاقي الشمس طالعة. الشمس دي بتطلع كل يوم، طول ما في وجود ففي شمس، والشمس مصدر من مصادر الطاقة العظيمة. ومصر ربنا كرمها بأنها واحدة من أحسن 5 دول على مستوى العالم في إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من الشمس، فدي يبقى نقطة نحطها في اعتبار. كذلك مصر تملك من مصادر الرياح اللي بتخليها غنية بمصادر الرياح، وهو مصدر من مصادر الطاقة أيضا. طيب هنبص إيه مصادر الطاقة التانية المستخدمة في العالم؟ هنلاقي العالم بيستخدم طاقة أولية وطاقة في توليد الكهرباء. مصدر للطاقة الأولية الفحم، هو مستخدم في الطاقة الأولية في الصناعات وخلافه، وفي توليد الطاقة الكهربائية. كذلك تستخدم الطاقة النووية لها نسبة، الجيوثيرمال اللي هي حرارة باطن الأرض لها نسبة، المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية لها نسبة. ده البول العالمي للطاقة. إحصائيات 2012 وهي آخر إحصائيات نزلت بأرقام بتقول إن العالم استهلك سنة 2012 حوالي 12.5 مليار طن بترول مكافئ، وهم حولوها لطن بترول مكافئ عشان تعرفي القرني وتعرفي الوزن النسبي لكل مصدر من مصادر الطاقة. الزيت الخام ومشتقاته تمثل 4.1 مليار طن بترول من ال 12.5 دي. الفحم يمثل 3.7
الغاز الطبيعي يمثل 2.9، والباقي مصادر مختلفة زي ده بالنسبة المياه. للعالم. ده العالم بالنسبة كله. لمصر مصر بقى للأسف احنا تقريبا زي ما قلت لحضرتك النسبة اللي قبل كده، تقريبا بنتكلم في 91% من اعتمادنا على الكهرباء على الغاز ومشتقات الزيت الخام. نسبتنا في الطاقة الأولية التي تعتمد في البترول في كافة الأنشطة مش الكهرباء بس، هنلاقي بتتعدى 96-97% وتصل في بعض الأحيان لأعلى من كده. معنى كده إيه؟ معنى كده إن إحنا كان اعتمادنا وما زال على طاقة ناضبة، مهما كثرت فهي ناضبة، ولم نعتمد على مصادر الطاقة الأخرى سواء المتوفرة في مصر بكميات هائلة زي الطاقة الشمسية، أو تلك الطاقة الاقتصادية اللي حضرتك أشرت ليها مثلا في المقدمة بتاعتك عن الفحم. الفحم من مصادر الطاقة زي ما قلت لحضرتك اللي هو تاني مصدر من مصادر الطاقة الأولية على مستوى العالم، يمثل تقريبا بنتكلم في حوالي 32-33%، ويمثل في توليد الكهرباء على مستوى العالم سنة 2012 42% من توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم. مصر صفر، يعني مصر توليد الطاقة الكهربائية من الفحم صفر. الطاقة الأولية اللي بتستخدم في مصر تكاد تكون برضو قريبة من الصفر، يعني ما فيش حد بيعتمد على الطاقة الفحم غير إذا كان مدخل من مدخلات الإنتاج زي مصانع الحديد اللي بتشتغل بيه كمدخل، ولكن مصادر الطاقة عشان نقول بنعتمد على الفحم لا، احنا ما بنعتمدش على الفحم. بقية المصادر الرياح احنا بنعتمد عليها بنسبة بسيطة جدا. هل هي دي رؤيتنا للي جاي؟ هو ده الكلام. ده معنى كده اللي حضرتك بترجعنا لجزئيه مهمه جدا، ان احنا كان ممكن نعتمد على مصادر مختلفه متنوعه مع الطاقه اللي موجوده عندنا سواء من الغاز الطبيعي او البترول، في ضخ طاقه في جميع سواء الطاقه الانتاجيه او الطاقه الخاصه باستهلاك المنازل والمواطن العادي. واحنا كان عندنا اداره خاطئه في استغلال هذه الطاقة، يعني بمعنى صح اعتمدنا اعتماد خاطئ وركزنا على الطاقة اللي سوف تنضب زي البترول والغاز الطبيعي، وأهملنا مصادر أخرى مدعمة لهذه الطاقة. لكن لو احنا اتكلمنا في الوقت الحالي، المخزون اللي عندنا والاحتياطي اللي عندنا هل يكفينا في الفترة القادمة عقبال تقديم حلول موازية؟ لا لا لا, لا. الاحتياطي يكفي. وخلينا برضه أنا عايز أتكلم في النقطة اللي حضرتك أثرتيها. دايما في مصر عندنا مشكلة ان احنا دايما بنحب نتكلم عن الماضي كتير. انا شخصيا من الناس اللي بحب اتكلم عن الحاضر والمستقبل، والماضي يديني دروس فقط. مصر كان اعتمادها فقط على البترول كان استراتيجية خاطئة، وللحق يجب من الآن لنمو هذه الدولة أن نسرع بخطوات جادة في الاعتماد على كافة مصادر الإنتاج، كافة مصادر الطاقة اللي نقدر ننتجها في مصر، سواء كانت طاقة شمسية أو طاقات أخرى، وكذلك الاستخدام مصادر الطاقة الأولية ذات البعد الاقتصادي في صناعات معينة. بمعنى إن حضرتك لما تيجي صناعة زي صناعة الأسمنت، مصر طاقتها الإنتاجية في صناعة الأسمنت 68 مليون طن أسمنت في السنة، واستهلاكها تقريبا 45-50. بمعنى ان مصر عندها طاقة انتاجية تستوعب احتياجاتها الحالية والمستقبلية لفترة لنمو، لان ما هتحتاجي مصر ان شاء الله بعد الانتخابات الرئاسية هتبقى المفترض ان احنا نروح لمعدلات نمو مختلفة. فلا بد ان هذه المصانع تشتغل بكامل الطاقة بتاعتها وبكفاءة عالية. إذا كانت مصدر الطاقة مش هيبقى متوفر ليها، يبقى في الحالة دي يبقى احنا بنضر بلد. عشان كده كان القرار بتاع مجلس الوزراء بإمكانية استخدام الصناعة للفحم، وأنا في الحقيقة مش عايز أعتبره بديل، لأن احنا حينما نتكلم عن البديل دايما بنعتبره حاجة زي فريق الكورة كده، وفرقة في 11 لاعب في الملعب وفي واحد احتياطي جايز كفاءته ما تبقاش بنفس القدر وهو نازل. لا، الفحم مصدر من مصادر الطاقة الأساسية على مستوى العالم، في البول العالمي، في خليط الطاقة العالمي.
فالنهارده احنا مهم ان مصانع الاسمنت تشتغل، مهم ان مصانع الحديد تشتغل بكامل الطاقه، مهم ان كامل المصانع تشتغل باسلوب اقتصادي وغير مدعوم. لان احنا في الوقت اللي كان الطاقه بياخدوها بسعر رخيص كانوا بيصدروا الاسمنت، هو في حقيقه الامر ما كانش بيصدر اسمنت، هو كان بيصدر طاقه مدعوم. فالنهارده لابد ان احنا نبص لقدام، احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين لو شفنا بحسبه بسيطه استهلاكنا من الكهرباء الحالي والوقود المستهلك في الكهرباء على سبيل المثال، هنلاقي سنة 2013 مصر تقريبا استهلكت حوالي 165 مليار جيجا وات ساعة. ال 165 دول استهلكوا مع المية بتاعت السد العالي والنسبة الضئيلة الرياح لأنها نسبتهم مع بعض زي ما قلت لحضرتك، استهلكوا 32 مليون طن بترول مكافئ، غاز طبيعي ومازوت وسولار. لو عملنا بمعدلات نمو طبيعية في الكهرباء 8% اللي هي الحالي 7-8% والصناعة تقريبا نايمة، يعني معنى كده ان الصناعة ان شاء الله تشتغل كويس، معدلات النمو ممكن تعلى عن كده، هنلاقي ان سنة 29-30 هنوصل ان احتياجاتنا من الكهرباء توليد اكتر من 100,000 ميجا وات كهرباء سعة. معنى كده ان احنا عايزين يبقى عندنا، احنا دلوقتي 25 في الصيف و18 في الشتاء، اما نقول ان احنا عايزين بالشكل ده معنى كده ان احنا هنحتاج ما يتعدى 100 مليون طن بترول مكافئ للكهرباء فقط، قابلة لا تصل ل 120. طب هنجيبهم منين؟ يبقى في الحالة دي لازم نقف كلنا وقفة عشان نشوف ان احنا لو مشينا في نفس السكة دي يبقى احنا ماشيين في طريق خاطئ. ولكن لابد ان يكون لمصر رؤية في الطاقة. هذه الرؤية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في المقدمة لابد ان تكون على خط موازي ومتكامل مع خطط مصر الاقتصادية ومعدلات النمو. لأن لا نمو ولا صناعة ولا أي مصدر من مصادر الحياة ولا سياحة بدون طاقة. صحيح. الطاقة هي مصدر، وأنا عايز أقول حاجة أهم كمان، والطاقة هو رافد أساسي مصر بيه تقدر تحل أزمات المياه المتوقعة. حضرتك بنقرأ كتير وبنسمع كتير في هذه الفترة على أن مصر نصيب الفرد فيها من المياه أقل من النصيب العالمي للفرد. معنى كده ان احنا في فقر مائي، الناس مش حاسه بيه، مش عارفين كمان مشكله، ولكن ملف سد النهضه ده هيبقى مصيره ايه بالنسبه لنا. عشان كده احنا لابد ان احنا واحنا بنتكلم على رؤيه الطاقه نكون حاطين في اعتبارنا احتياجاتنا من الطاقه لتحليه مياه بحر، وبالتالي هتبقى احتياجاتنا من الطاقه مرتفعه جدا. ده يخلينا ايه واحنا بنحط الرؤيه، واحنا بنحط الرؤيه لابد ان احنا نستخدم كل المصادر، وخاصة الجديدة والمتجددة متمثلة في الشمس ثم الرياح والمياه وتحلية المياه. ده مهم جدا بالنسبة لنا. وحضرتك قلت لي كمان مخلفات والمخلفات الزراعية والمخلفات الزراعية ومخلفات القمامة. ولكن يعني هل دي حلول مستقبلية؟ لكن هل يعني فرصة تنفيذها في وقت سريع جدا؟ لأن طبعا احنا بنشوف أزمة الطاقة دلوقتي بقينا نواجهها كمستهلكين في المنازل. أي نعم احنا مش بنرشد الطاقة، بنحاول قدر الإمكان من خلال الإعلام اللي احنا نحاول نوعي الناس إن قد إيه اللي هم يعني لازم يشاركوا في قرار الدولة ويشاركوا في الأزمة، فبالتالي لازم يغيروا من سلوكهم في استهلاك المياه واستهلاك الطاقة الكهربائية أو طاقة الغاز في المنازل، اللي هي طبعا كلنا دلوقتي أو معظم المنازل أو نقدر نقول تلت المنازل دخلها غاز طبيعي للاستهلاك. شايف يعني إيه الحلول السريعة اللي ممكن الدولة يعني تدعم بيها نفسها وتواجه هذه الأزمة عشان المواطن ما يحسش وفي نفس الوقت ما نأثرش من الطاقة الإنتاجية في المصانع؟ جيان بصي، اللي انت قلتيه أثرتيه ده مهم جدا، وأنا بقول إن لازم كل حاجة تبقى من خلال رؤية، لأن الخطط العشوائية ما بتجيبش نتائج. لكن اما يبقى عندي رؤية للمستقبل واحطها ويحطها خبراء مع الحكومة ويتوافق عليها مع الشعب عشان الشعب بتاعنا يعرف حقيقة مواردنا من كافة مصادر الطاقة.
ولكن زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، اللي أنا بقوله ده خطة، دي لابد أن تكون خطة على الأمد المتوسط والطويل الأجل عشان نوصل ل 29-30 اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليه. واللي أنا برى فيها في 29-30 أن الطاقة الشمسية يجب أن تكون حصتها لا تقل عن 45-50%، والبترول لا يزيد عن 30%، و20% تكون للفحم والمخلفات والمياه وكل الباقي. طيب حضرتك قلتي حاجة مهمة. طب احنا بنعاني دلوقتي مشكلة. أنا كنت في انترفيو سابق من فترة كنت قلت حلول سريعة جدا يتم أخذها فورا. وعلى سبيل المثال كنت اتكلمت على اللمبة الليد. اللمبة الليد اللي هي موفرة، دي لمبة غير اللي بيتقال عليها في السوق موفرة. في لمبة تانية اسمها لايتنج ايميتنج دايود. دي لمبة إذا كنت الأوضة اللي أنت قاعدة فيها على سبيل المثال حاطة فيها لمبة 100 واط، لو أنت جبتي لمبة من دي اللي هي الليد دي هتبقى 9-10 واط، يعني تقريبا 10% من الطاقة بتاعة أو قدرة اللمبة التانية، لكن تديكي نفس الإضاءة. أنت ما تحسيش إن أنت في عندك حاجة ناقصة خالص. طيب دي مطروحه في الاسواق، ما دي برضو لازم توعيه الناس. موجودة يعني في انا نفسي ما اعرفش يعني لا ايه. تمام، ما هو ده اللي احنا بنقوله. عشان كده احنا لمبات هالوجين هي دي هي لا نفسها لا دي لمبه تانية خالص. اللي انا بقوله ده معناه ايه؟ اما حضرتك تبصي الاحصائيات بتاعه الكهرباء هتلاقي الكهرباء بتقول ان سنه 2013 كان في 28% من استهلاكات مصر في الطاقه الكهربائيه في الصناعه، و72% اللي باقيه موزعه بين 42% منازل، وال30% اللي باقيه من ال 72 كانت مرافق عامه وإنارة شوارع ومش عارف ايه وجهات حكومية. ودي برضو محتاجة تنظم. وفي بعض الأماكن حتى الآن اللي هي بيرفع عنها مصاريف الكهرباء، أعتقد هي خاصة بالخدمات الخاصة بالإعاقات أو حاجة زي كده. لغاية دلوقتي أنا دخلت أماكن لقيتهم مولعين النور في عز الصبح. تمام. عشان ناخد أرقام بس عشان يبقى الأمور تبقى واضحة والمشاهد يبقى مدرك أهمية إن احنا نقدر ناخد خطوات وإمكانية تطبيق. يعني اللي بقوله ده حلول تتطبق فورا. يعني النهاردة لما نقول إن في 70% من الطاقة الكهربائية المولدة كانت تستخدم في منازل وصناعة، وهنعتبر إن من 70% دي نصها موجه للإضاءة، ربعها موجه للإضاءة، يعني يبقى 70% اما اضربها في 40% منها موجه للإضاءة، يبقى بتكلم في 28% من إجمالي الطاقة الكهربائية. ال 28% من إجمالي الطاقة الكهربائية مستخدمة في الإضاءة. يعني بحسبة بسيطة لو أنا قلت أنا هغير كل اللمبات اللي أنا بشتغل بيها في الإضاءة وأحولها لليد ويبقى ده هدف قومي، يبقى معنى كده هستخدم 10% من ال 28. يعني هستخدم 2.8%، 3%، وهوفر 25%. ال 25% من الطاقة الكهربائية المولدة في مصر يعني هتعمل 4 جيجا وات، يعني 4000 ميجا وات. ال 4 جيجا وات دي بتستخدم وقود في السنة بما يعادل 30 مليار جنيه. واستثمارات إنشاء محطات ليها تقريبا نفس الرقم. يبقى احنا بنتكلم على حل يمكن تنفيذه فورا، وليكن هدف قومي خلال 6 شهور لازم كل اللمبات في مصر تبقى لمبات LED. وكيفية تنفيذه برضه فورا. يعني تطبيقه ازاي؟ دي اما هاجي النهارده هقول تمام، اما هاجي النهارده هقول الحكومة توفر هذه اللمبات ويجي عند محدود الدخل حضرتك تقدري تشتريها، انا اقدر اشتريها لانها غالية شوية، لكن محدود الدخل ومعدوم يعني الدخل بكام كده؟ ممكن تبقى بتتراوح سعرها من 30-50 جنيه يعني اللمبه الواحده على حسب النوعيه. النهارده محدود الدخل ومعدوم الدخل، لان في مصر في ناس معدومه الدخل للاسف، صحيح ما يقدرش يعمل ده. الحكومه تجيبها له، ولو حتى مش هتديها له منحه، ده احنا بنقول ان هي تديها له ولكن يسدد ثمنها بالتقسيط من الوفر في ايصال الكهرباء. بمعنى حضرتك النهارده انا بقول ده هيستخدم 10% من الطاقه المستهلكه في الاضاءه. معناها ان لو كان ده الفقير ده معظم استهلاكاته هتلاقيها اضاءه، لان هتلاقي عنده اجهزه ضعيفه.
وليكن هو بنفس النسبة، لو أنا قلت إن هو 40% من استهلاكه كان للإضاءة، إما يشتغل بدل ال 40 دول يبقى 4، يبقى هيوفر 36% من استهلاكه نتيجة استخدام اللمبات ال LED الليد. معنى كده إيه؟ وصل الكهرباء بتاعه هيقل قيمته. لو الحكومة خدت القسط من الوفر اللي هيحصل ده يبقى هتسدد ثمن اللمبة، والمواطن بعد شهر 2 ما بقاش بيدفع القسط وبقى استهلاكه بيقل وفاتورته بتقل، والدولة وفرت الوقود المستهلك في محطة الكهرباء ووفرت استثمارات في محطة كهرباء بنفس القيمة اللي هي وفرت. ده بالنسبة على المستوى الاستهلاك. تمام. لكن على مستوى الحكومة نفسها أو استخدامات الحكومة زي محطات الكهرباء اللي عندها نقص في المازوت والسولار، انا اللي بقول هو وفر قود اهو، امال انا بقول الحل ده يوفر انت هتوفر من الاستهلاك على اساس طبعا ان الضخ للمحطات هيقل طبعا، ما انا مش محتاج وانا وفرت الكهرباء اللي متولده. يبقى في الحاله دي مفيش الكهرباء اللي اتولدت اللي استهلكت في الغرض ده. طب في حاله يبقى وفرت 30 مليار جنيه وقود. ده بالحسبه دي لسه ده من المستهلك بس، مش من المستهلك، من الدوله. الدوله هي اللي بتدفع دول. الدوله هي اللي بتدفعهم. انا وفرت للمستهلك قيمه الفاتوره بتاعته قلت، بس الدوله بتدفعها. لكن الدوله وفرت الوقود ده اللي مدعوم دعم شديد جدا، وفرت قيمته بالاسعار 30 مليار جنيه. فيبقى دلوقتي انا وفرت استثمارات اضافيه. طيب ده جزء. هاجي للجزء الثاني، هو البيت بيستخدم ايه والمنشاه التجاريه بتشتغل ايه؟ غير الاضاءه بتستخدم تسخين، وبعدين بقيه الاجهزه وتكييفات. مظبوط. دي بقى المشكله في الصيف. ما خلينا نقولها ونتكلم على مصر كلها. مصر كلها مش كلها تكييفات، لكن خلينا نقول بقيه الاحمال. لو احنا قلنا التسخين يمثل كمان 40%، وال20% الباقيه دي على مستوى مصر كلها هو الاجهزه والتكييفات اللي من ضمنها، لان التكييفات موجوده عند عدد محدود يعني. ما نيجي نبص لكده هنلاقي ايه تاني؟ هنلاقي ان لو 40% من التسخين هيشتغل، طيب مصر تاخد قرار فوري. جميع المنشآت الجديده، وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير، انا بقوله من 3-4 سنين. قرار فوري، كل المنشآت الجديده سواء في المجتمعات العمرانيه الجديده او الاحياء الحاليه تتحول ولا تعطى الرخصه ولا عداد الكهرباء يركب غير وسخان شمسي راكب. قيمه السخان الشمسي في المنشاه ولا حاجه، هو غالي في الاول، ولكن قيمته انت بتبني عماره او بيت ولا حاجه. طيب ده هيعمل ايه في المنشآت الجديده؟ طب المنشآت القديمه اخد قرار، في القرار اللي طلعه ماده 2 تتحول جميع التسخين وحدات التسخين في المنازل القائمه والمنشآت التجاريه خلال فتره من 3 ل5 سنين لتسخين شمسي. طب معدوم الدخل ومحدود الدخل اللي ما يقدرش تمن السخان اللي هلزمه بيه الدوله تدفعه له، الدوله تجيبه وتاخد فلوسه من الوفر في فاتوره الكهرباء. زي ما بنعمل يعني في حلول سريعه ومنطقيه. وممكن الحلول دي اللي انا قلته، الحلين اللي قلتهم لحضرتك اللي يتاخدوا فورا دول يوفروا لمصر فورا خلال 6 شهور ما يزيد عن 30% من الطاقه الكهربائيه المستهلكه حاليا، وما يخليش مصر عندها ازمه كهرباء دلوقتي نشوفها. وفي نفس الوقت خلال 5 سنين يبقى عند مصر في فائض كمان. مش كده وبس، ويتم توجيه، لان مصر النهارده مع معدلات النمو هتحتاج طاقه اضافيه. فمصر ما تنشئ بقى تنشئ محطات عاليه الكفاءه، تستثمر في المحطات الحاليه بتاعه الكهرباء لرفع كفاءتها. يبقى في الحاله دي الصيانه مهمه جدا كمان في المحطات، لانها رفع مشكله. الكفاءه اقصد بيها ايه يا استاذه جيهان؟ مش صيانه بس، الصيانه جزء، ولكن الكفاءه بتاعه المحطه نوعيات محطات مختلفة. في محطات ذات الدورة المركبة دي أعلى كفاءة. ليه؟ لأنها بتاخد العادم اللي طالع من المحطات التوليد الغازية وتاخده تسخن بيه مية وتولد طاقة بالبخار، تولد طاقة إضافية بنفس الوقود اللي داخل. فيبقى أنت خدتي في الحالة دي كمية كهرباء كبيرة بكمية وقود قليلة. لو الكفاءة بتاعت المحطة قليلة، يعني هضرب لك مثال، لو المحطة بتاعت التوليد في الصيف، لأن محطات التوليد مع درجة الحرارة العالية الكفاءة بتاعتها بتقل. لو المحطة بتاعت التوليد في الصيف 25%، ومحطة مركبة توليدها 50%، مش هقول 57، 50%، هتلاقي بنفس كمية الوقود لنفس
المحطة لو نفس الطاقة بتاعت التوليد هنا زي هنا، المركبة تطلع كهرباء ضعف التانية بنفس كمية الوقود. يبقى معنى كده استخدامي لوقود في محطات كفاءتها قليلة إهدار للطاقة الأولية. طيب اللي أنا بقوله ده هيوجهنا لإيه بقى؟ يوجهنا إن يبقى طاقة للصناعة كاملة سواء من غاز أو مشتقات بترولية أو كهرباء، وده المهم. يوجهنا ليه إن محدود الدخل ومعدوم الدخل، وده اللي يهمني، فاتورته بتاعت الكهرباء قلت. لكن سعرها ما قلش، لان احنا لا دلوقتي قلت سعرها استهلاكه هيقل. قيمه ال الكهرباء او لو سعر بنفس السعر الغاز بتاع الكهرباء هيعلى طبعا زي ما الحكومه يعني لو اقرت نفس الموضوع. سعر الكهرباء بالنسبه لمحدود لكن الدخل هتقل بالنسبه للاستهلاك، وبالتالي هتوفر بالنسبه للاستهلاك. مظبوط. الحاجه الاهم ان انا كدوله هستخدم مصادري بطريقه صحيحه. فما اجي بقى نرجع للرؤيه العامه، يبقى ده الشورت تيرم. الاستراتيجيه بقى يبقى الشورت تيرم زي ما قلت لحضرتك، الحلول العاجله استخدام لمبات ليد في الاضاءه، استخدام طاقه شمسيه، خلايا شمسيه في اضاءه جميع شوارع مصر، ويمكن ان يقوم بده القطاع الخاص على ان يبقى واخد لايسنس للاعلانات، يبقى هو كأنه سبونسر وبياخد الاعلانات. ده اذا كانت الدوله عايزه كده، واذا كان كمان القطاع الخاص عايز يشارك الدوله في ازمتها. مظبوط. خصوصا ان هو استفاد كتيره في الفتره اللي فاتت ولا او بد اللي قبل ان اللي يكون ليه فاتت دور في اللي جاي بالنسبه لان يعني خد دعم او طاقه مدعومه في فترات كثيره، فبالتالي نحتاج ان القطاع الخاص يقف بجانب الدوله في ازمتها. 100%. الحاجه الثانيه الثالثه التسخين الشمسي، يبقى 2 اضاءه 1 تسخين شمسي فورا. التسخين الشمسي ليس فقط في المنازل والمنشآت التجاريه، ولكن التسخين الشمسي في الصناعة كتسخين أولي حتى 70 درجة مئوية. ده هيخلي مصر على المسار الصحيح في استخدام مواردها من الطاقة المنتجة في مصادرها الأولية البترول زيت وغاز، يخلي مصر قادرة على دفع مستحقات الشريك الأجنبي اللي بيقوم بعمليات الاستكشاف والإنتاج للزيت الخام والغاز الطبيعي، ومن ثم تزيد كميات الإنتاج ويزيد الاحتياطي بتاع مصر في الزيت والغاز. يبقى بنطول المدد بتاعة النفاذ النظرية لهذه الطاقة الناضبة. في نفس الوقت بنوطن صناعات، لأن كل ما أعمل صناعات تسخين شمسي وتوليد طاقة كهربائية من الشمس مع وجود الخامات اللازمة لهذه الصناعة، مصر فيها أنقى أنواع الرمال اللي ممكن أن مصر تعتمد عليها مستقبلا في صناعة السيليكون والخلايا الشمسية وخلافه مع المستقبل. مصر بلد تنمو سكانيا، وده عامل من عوامل ثروتها البشرية بشكل كبير، بتنمو استهلاكيا، ولا بد ان احنا مظبوط بينمو استهلاك. ولكن انا من الناس اللي احب ابص للمصري ان هو ملوش بق بس بياكل، فم فقط ياكل، ده هذه نظرة خاطئة. لابد ان ننظر الى المصري انه له يدان يمكن ان تعمل وتنتج، وله عقل. وبالتالي يبقى احنا النهارده لما نبص لل90 مليون مصري نبص على 90 مليون عقل و180 مليون يد تعمل وتنتج. فالنهارده لما نبص للمصري على انه هو منتج، يبقى في الحالة دي استهلاكه هيبقى جزء من إنتاجه. طب خلينا أرجع لجزئية، ليه معدلات استهلاك بالنسبة للطاقة في مصر أعلى بكتير من معدلات الدول حتى المتقدمة، حتى الدول اللي عندها زيادة سكانية عالية مثلا مقارنة بالهند، الصين، الدول اللي عندها فعلا زيادة سكانية؟ وجهة نظر حضرتك؟ لا خلينا نتكلم في الموضوع ده. هو استهلاكنا طبعا، هل نتيجة استهلاك بشري أم استهلاك خاطئ؟ بس استهلاكنا من الطاقة الكهربائية ليس أكتر من الدول المتقدمة حصة الفرد فيها، لأن عندهم صناعة كبيرة جدا بتحتاج كهرباء وتقدم. ولكن أنا اللي حضرتك قلتيه هقول لك بطريقة تانية. أنا فاكر في وقت ما كنت في هيئة البترول، وبعدين كنا عندنا اجتماع مع الشركة الهندية اللي مماثلة لهيئة البترول، فبنتكلم معهم على معدلات الاستهلاك عندهم. معدلات الاستهلاك عندهم طبعا أقل مننا كتير جدا جدا. يعني ليه؟ ما هو برضه ليه بقى؟ لأن أنت عندك دلوقتي مثلا في الهند في 300 مليون هندي حتى الآن لا يستخدموا لا بوتاجاز ولا كهرباء. طب بيستخدموا ايه؟ هتلاقي عندهم بيستخدموا المخلفات الزراعية اللي كانت موجودة عندنا في القرى زمان.
يعني القرى زمان في مصر، انت صغيره ما تعرفيش ده، لكن مصر طول عمرها كان الفلاح في القريه المصريه عنده اكتفاء ذاتي، بيشيل جزء من القمح بتاعه وعنده الفرن في البيت بتاعه بالمخلفات الزراعيه ومخلفات الحيوانات وخلافه. هو ده الوقود بتاع الفران اللي بيشتغل. دي كانت ليها ميزتين، ميزه اولا بالنسبه للتكلفه بتاعه دي المخلفات بتاعته، وميزه بيئيه. ميزه بيئيه معناه تلوث لان هو النهارده، ما هو ده النهارده هو دلوقتي فين في مصر المخلفات دي موجوده؟ هتلاقي موجوده في الشوارع او مرميه في النيل او في النيل. يبقى دي مشكلتنا في الفتره اللي فاتت. يبقى احنا محتاجين ان احنا نوظف النهارده المخلفات مصدر من مصادر الطاقه، لابد ان نعتمد عليها. لابد ان احنا في كل خططنا واستراتيجياتنا لابد ان يتوافق عليها الشعب عشان يبقى عامل داعم ليها. يعني بمعنى الطاقة لا تنفصل عن الاقتصاد، وتسعير الطاقة أساسي في الاقتصاد. يعني هضرب لحضرتك مثال، بمعدلات استهلاكنا الحالية ومعدلات إنتاجنا الحالية، إحنا بنستورد منتجات بترولية عشان نقدر نغطي الكلام ده. احتياجات الاستيراد فقط يوميا يتعدى 35 مليون دولار، والشراء من حصة الشريك الأجنبي حوالي 25 مليون دولار. يعني بتكلم يوميا أنا محتاج 60 مليون دولار عشان أستورد منتجات بترولية غير اللي أنا بنتجه، وأشتري حصة الشريك الأجنبي غير حصتي. طيب ال60 مليون دولار دي هتيجي منين؟ يبقى الدولة هتوفر، هيئة البترول هتوفر جزء منها، والدولة هتوفر الباقي. دلوقتي الحمد لله الدول العربية بتساعدنا الفترة، ولكن يجب أن نكون واضعين نصب أعيننا أن مصر دولة كبيرة، يجب أن تكون خططها واضحة، ويجب ألا تكون اعتمادها المستقبلي على معونات ولا مساعدات من أي حد. نشكر الإخوة ولكن يجب أن يكون لنا رؤيتنا في الاعتماد الذاتي على أنفسنا فترة بجانب المساعدات، وبعد كده نبقى اندبندنت، يعني تابعين لنفسنا، يعني مستقلين. ولكن الباقي ده هيجي من المالية، من الخزانة العامة للدولة. طيب وده ما هيستورد أو هيدفع للشريك هيدفع بالدولار. ده معناه إيه؟ معناه إنه تأثير مباشر على الاحتياطي بتاعنا بتاع البنك المركزي، اللي هو دلوقتي 17.7 يعني بالكاد. يبقى معنى كده إيه النهاردة يا جيان؟ إحنا محتاجين إن إحنا ننظر الاقتصاد بما فيه الطاقة كمصدر أساسي لنموه، ومصدر أساسي في تأثيره على الاقتصاد القومي وعلى عجز الموازنة وعلى الدين العام الإجمالي اللي بنتكلم على 1.7 تريليون دخلي وخارجي. ده رقم رهيب. لما نتكلم رئيس الوزراء في حديث ليه امبارح كان بيتكلم على عجز الموازنة، بيتكلم على 340 مليار، وانا بتكلم في سنة 13-14. معنى كده ان احنا لو استنينا بنفس هذه الشكل في العمل، يبقى سنة 14-15 هيتعدى 500 مليار. هذه الارقام ارقام رهيبة. يجب ان ندرك جميعا كمواطنين بقى، كمصريين. يعني الحكومة مش هتحل كل حاجة، مزبوط. ولا الرئيس الجديد هيحل كل حاجة، لكن احنا انفسنا لازم نشارك في حل الأزمة. لابد ان يكون في مصارحة، زي ما انا بتكلم وبقول لحضرتك ارقام بصراحة كاملة. لابد ان يبقى في حلقات كثيرة تتكلم عن موارد مصر وحجمها وكمياتها وكيفية التصرف فيها ومصادر الصرف وما هي احتياجاتنا ومصروفاتنا وما نتحمله من فاتورة، والعجز بين الاثنين وكيفية تمويله، عشان الشعب يشارك مع الدولة. ما تبقاش حكومة بتحط رؤية وتمشي تيجي حكومة تغيرها. يجب أن تكون لمصر رؤية واضحة واستراتيجية ثابتة تنفذها الحكومات ويراقب عليها الشعب. يخرج رئيس مجلس الوزراء أيا كانت مين الحكومة ومعاه الوزراء المعنيين كل 3 شهور كل ربع سنة على الشعب المصري في أجهزة الإعلام كلها، يقول والله يا جماعة احنا خططنا اهو، احنا هنعاني لمدة 2-3 ولكن 2-3 في عمر بلد زي مصر عمرها عشرات الآلاف من السنين ولا حاجة. ولكن هنتقاسم المعاناة، ولكن هنتقاسم النجاح والمستقبل الباهر إن شاء الله.
هايل. يعني برضو يعني احنا رجعنا تاني ان برضو الكرة في ملعب المواطن، مش بس الحكومه. الحكومه تضع الكرة في ملعب الاثنين، هو طبعا الاثنين في الملعب. الحكومه تضع تدير العمليه صح، المنظومه صح، تحط استراتيجيه على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد، يعني برضو الخطه الاساسيه من الحكومه، ولكن في النهايه المواطن لازم ينفذ. يعني مش لازم يتضايق قوي ان هو كل البيت مش مولع زي زمان، لا يعني اوضه واحده ولا اوضتين. لا انا عايز انور البيت كله. لا معلش، انا ضد على فكره انا ضد فكر المعاناه. لا ضد فكر ان احنا ايه دايما بنختار اقصر طريق، اطفي اللمبه، اطفي مش عارف الغساله، اطفي ايه، ده كله دي الحلول اللي قدامهم دلوقتي عشان ما بنعملش الحلول الثانيه. ولكن يجب ان يكون، انا مش عايز المواطن يعاني طالما اقدر ما اخلوش يعاني. انا لو خليت اللمبه الليد يبقى مش هيعاني، مش عايزه يطفي كهرباء. النقطه الثانيه حضرتك اثرتي نقطه، احنا فشلنا في مراحل وفترات سابقه في اتخاذ خطوات جاده ان احنا بنشتغل منفصلين. يعني ايه؟ الحكومة تعمل في جزر منعزلة، وزارة البترول غير وزارة الكهرباء، رغم ان في الدنيا كلها الاثنين لازم يبقوا وزارة طاقة وزارة واحدة. التعدين يجب ان يكون جزء من الصناعة، ويجب، احنا بنشتكي ان بتوع التعدين بيصدروا الخامات رخيصة، يجب ان التعدين ده يكون جزء من الصناعة. بمعنى اما جدي جيهان النهاردة كونسيشن، هذا الكونسيشن التعديني لاي حد، عشان ما حدش يفتكر ان الاستاذه جيهان هتاخد كونسيشن، معيش فلوس. اوكي. اي حد ياخد كونسيشن تعديني لابد منطقه امتياز لاستغلال الثروات التعدينيه اللي فيها، لابد ان يكون هو من خلال كونسورتيوم او هو بذاته مقدم للحكومه خطه كامله لاستخدام الخامه، مصدر الخامه ده الطاقه، المصدر الاولي ده لحد المنتج النهائي. لو انا هشتغل في البتروكيماويات لازم الغاز يبقى غاز متباع بسعر جيد للصناعة البتروكيماويات، عشان البتروكيماويات تقدر تنافس حتى المنتج النهائي. لما تشوفي ده المنتج النهائي في شاشة تلفزيون، في مش عارف استخدامات ايه في السجاد، في استخدامات ايه في كل مصادر الحياة. يبقى لابد النهاردة ان انا المنتج النهائي يبقى شرط اساسي من الشروط اللي وانا بدي الخامة اكون مرتبط بيها. هذه الجزر المنعزلة كانت في الحكومة، وهذه الجزر المنعزلة موجودة بين الحكومة والشعب. مفيش شفافية. احنا بنعتمد كشعب الحكومة تعمل، والحكومة بتاخد القرارات بدون ما الشعب يبقى متوافق. لا، احنا عايزين في اللي جاي ان النهاردة توضع رؤية بواسطة خبراء محايدين من بره مصر وجوه مصر، يدركوا اللي بره مصر دول ايه مشاكل مصر الحقيقية، عشان مصر تحط رؤية يتوافق عليها الشعب زي الدستور كده، والحكومات تقوم تنفذها. يبقى اما اجي كده مصر تشتغل بكفاءة، عاملة زي الأسرة. لأن احنا عاملين زي، احنا لازم كلنا نبقى عارفين مصر ليها فريق، الفريق ده هو عبارة عن شعب وحكومة وخبراء. عشان نجيب جون ونتقدم لازم كلنا نباصي الكرة لبعض. لكن لو كلنا هنبقى فريقين ضد بعض، أو فرقة لعيب بيلعب والتاني بيتفرج عليه، مش هنجيب جون. مصر عندها أهداف، هذه الأهداف ممكنة. التحديات التي تواجه مصر قادرة على عبورها بنجاح تام، بنجاح تام، وأنا بأكد كده بنجاح تام، بتعاون كل مصادر وأفراد الشعب المصري. حضرتك قلت لي برضو من ضمن الحلول استخدام مخلفات الزراعية، مخلفات الصلبة، مخلفات القمامة، ولكن حتى الآن في مصر برغم أن فكرة مخلفات القمامة كمصدر من مصادر الطاقة بقى لها فترة مطروحة على الساحة المجتمعية، ولكن حتى الآن ما عندناش مصانع وما عندناش يعني شركات أو مجموعات بتقدر تستخرج من هذه المخلفات كطاقة إنتاجية أو طاقة لمصدر. لا، في الحقيقة بدأت، وهناك بدأت بس مش بالصورة القوية اللي تمام. تشارك في الإنتاج. خلينا إزاي يعني؟ تمام. يعني هيطلع السبب الأساسي إيه برضه يا أستاذة جيهان؟ في سبب لازم نبص له، التسعير. حضرتك تسعير القيمة بتاعت القمامة؟ لا، تسعير الطاقة. لو أنت النهاردة اما تيجي تقولي إيه، أنا المازوت كان ب 1000 جنيه الطن، يعني المليون وحدة حرارية ب 2 جنيه ونص، المليون وحدة حرارية ب 2 جنيه ونص. خلاص؟ بالنسبة للمصنع، ما هو القمامة دي المخلفات الزراعية محتاجة شغل، محتاجة ان هي تتجمع وتتفرز وتطلع منها المرفوضات وتتكبس بشكل معين يصلح فيه ان هو يتم معالجتها بشكل يصلح استخدامها كطاقة. فدي كلها عمليات بتكلف فلوس. هيطلع رقم في الاخر اكس. الرقم ده طول ما الطاقة
الاخرى اللي هي طاقه البترول كانت بتباع مدعومه، زي ما بقول لحضرتك كان طن المازوت ب 1000 جنيه. يعني المليون وحده حراريه ب 2 جنيه ونص. اما دلوقتي المليون وحده حراريه بقت ب 6 دولار، فده حاجه بقت كويسه بالنسبه للدوله. لكن بالنسبه للمواطن المفروض ان في سلبيات في الحته دي، لان اللي بيستخدم الطاقه الغير مدعمه ب 25 جنيه مش 2 جنيه ونص. اللي بيستخدم يعني الشركات اللي هتستخدم الطاقه اللي غير مدعمه زي ما الحكومه في الاستراتيجي بتاعتها، هو ده هينعكس على المواطن في ايه؟ في ان السلعه اللي بيشتريها المواطن هتعلى. لا، ما انا هقول لك اهو. فبالتالي لازم يبقى في ضوابط للسوق. لا، انا هقول لك اهو. النهارده صناعه المخلفات انا اعتبرها صناعه طاقه. صناعه المخلفات الزراعيه والصلبه النهارده اما هتروح لمصنع اسمنت، وده اللي لازم يتعامل مع دخول الفحم، لابد ان يكون 80% فحم، ودي الرؤيه اللي انا قلتها بوضوح، 80% فحم و20% مخلفات. تعلى المخلفات كل سنه 5% عشان نوصل في الاخر ل 50% مخلفات على مدار السنين، مع اكتساب التكنولوجيا بتاعتها وفي نفس الوقت تنظيم المنظومه بتاعتها. حاجة التسعير بتاعها، الناس فاكره ان المخلفات ببلاش. حاجة المخلفات الزراعيه على سبيل المثال، عشان تجمعي قش رز وتجمعي مش عارف ده كله، ده محتاج ارض تخزني فيها. الارض اللي بتخزني فيها دي بتكلف فلوس. التجميع ده نفسه لازم تامنيه، عايز حراسه وعايز امن صناعي وعايز طفايات عشان ما يبقاش في حريقه. بعد كده عايز يتعالج والرطوبه تتشال عشان يقدر في الاخر يصلح ان هو يكون وقود ويتكبس بشكل معين. كل ده ليه تكلفه. اما الطاقه البترول يبقى رخيص قوي، يبقى اللي هيجيب الطاقه المخلفات هتبقى عليه غاليه، لو تكلفتها عشان اللي يعملها يكسب هتبقى غاليه عليه. لكن اما سعر الطاقه يبقى سعر حقيقي، يعني بدا لما حضرتك بتتكلمي احنا ليه كنا فين، لا المصانع دي بدات تشتغل، وانا شخصيا اعرف شركات بدات تورد لشركات الاسمنت مخلفات بعد ما سعر المليون وحده حراريه غاز ومازوت بقى لصناعه الاسمنت على سبيل المثال 6 دولار. فلجأت بعض مصانع الاسمنت اكتر من 5 شركات لجأت للمخلفات انها تاخد نص حصه منها عشان تشتغل بيه. فبقى الموضوع موضوع بيئي جيد، وموضوع اقتصادي جيد لمصانع الاسمنت، واقتصادي جيد لشركات اللي بتشتغل في معالجه المخلفات وتوردها كطاقه. وده اللي بيخلينا برضو في الطاقة الشمسية، لو سألتي أي خبير في الطاقة الكهربائية بس بيقولوا إن الطاقة الشمسية غالية جدا وتكلفتها غالية بالنسبة يعني المستثمر. وده اللي أنا هجاوب. إزاي بقى يعني إزاي ممكن نساهم في وجود منظومة جديدة بالنسبة للطاقة زي الشمسية وتبقى أرخص ده اللي أنا هوضحه. ليه سياسة الجزر المنعزلة في الاستراتيجيات وفي العمل المتكامل الجماعي وفي حساب التكلفة. الكهرباء بتحسب تكلفة الكيلو وات ساعة. السنة اللي فاتت مثلا قالت انه وصل ل 42 قرش. ال 42 قرش هم حسبوها على اساس ان سعر الوقود اللي داخل لمحطة الكهرباء السعر بتاعه المليون وحدة حرارية حوالي 1.7 وكان قبل كده 85 سنت. ده سعر مدعوم جدا من الحكومة. لو خدنا بقى السعر التكلفة على الحكومة مش على الكهرباء اللي خدت بالسعر ده، وحسبنا الغاز مش هقول برقم كبير، بنفس السعر بتاع الصناعات الكثيفة 6 دولار، هيطلع في الآخر ان التكلفة تتعدى 80 قرش. يعني تقريبا بنتكلم في 12 سنت دولار. اما اتكلم على 12 سنت دولار وانا قلت لأي مستثمر غربي او مصري او عربي ولد طاقة شمسية وانا شاري ب 12 سنت لان دي التكلفة الحقيقية على الدولة، هيعمل ويبقى التكلفة بتاعته كويسة، مفيش مشكلة. صحيح الطاقة الشمسية تكلفتها الأولية الاستثمارية غالية في الأول، أغلى من محطة الكهرباء العادية اللي بتشتغل بالغاز، ولكن لازم ناخد في اعتبارنا أنها لا تستهلك وقود. يبقى المصروفات التشغيل بتاعتها أقل كتير جدا من الوقود. الحاجة التانية إن هي غير ملوثة لأن ما بيطلعش منها انبعاثات. فيبقى أنا بتكلم على استخدام كافة المصادر بما فيها الفحم، ما نبقاش خايفين والشمس موجودة على الحمل البيئي الإجمالي التلوث وخلافه. ليه؟ لأن التوليد الشمسي ما بيطلعش انبعاثات. يبقى في الحالة دي التكلفة مش هتطلع تكلفة عالية. الحاجة التانية، لابد لو أي حد خبير
أو مطلع ودخل على النت وشاف تكلفة الطاقة الشمسية، توليد الطاقة الشمسية من 10 سنين لدلوقتي، هيلاقي خلال ال10 سنين اللي فاتت تكلفة استثمارات الطاقة الشمسية قلت بنسبة 90%. قلت بنسبة 90%، يعني 100 بقت 10، وبالتالي بقت التكلفة ولسه بتقل. الحاجة الأخيرة بالنسبة للطاقة الشمسية بالنسبة للتكلفة، إن مصر نتيجة إن الكفاءة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هتبقى عالية، فالخلية اللي بتشتغل في دولة أوروبية بكفاءة معينة هتبقى في مصر أعلى، وبالتالي أنا سمعت إن في استثمارات ألمانية كانت يعني مرجحة إنها تشارك في استثمارات كبيرة جدا في الطاقة الشمسية، خصوصا إنها ممكن تصدر إلى دولة زي ألمانيا. هل ده ممكن؟ يعني لا، ده ممكن جدا. ده أنا عايز طبعا، ده مصر مؤهلة إن هي تنتج طاقة شمسية. ما قلت لحضرتك رؤيتي إن أنا سنة 29-30 عايز 50% من ال100 ألف ميجا وات تبقى شمسي. معنى كده بتكلم على 50,000 ميجا وات، وهذا أراه ممكنا باستثمارات مصر. لازم وهي بتتكلم على الطاقة الشمسية يا أستاذة جيهان في الفترة القادمة لا تتحدث عن 10 ميجا هنا و50 ميجا هنا فقط. مصر يجب أن تتحدث على جيجاز وات، يعني من 1000 ميجا، وده معناه انها تصدر هذه الطاقه الى الخارج وتاخد لو عندك شبكه متكامله. في الحاله دي مصر هتلبي احتياجاتها، وده يبقى مشروع قومي على فكره بقى، لان احنا عندنا المورد الاساسي. وبرده كان من ضمن الحلول اللي كانت مقترحه فيما سبق اللي هي الشبكات الربط الكهربائيه خلال الدول، يعني من خلال اوروبا والدول العربيه، وده لم يتم تنفيذه وتطبيقه في الوقت اللي فات. ده كان ليه اسباب، وهل ده ممكن يشارك بالفعل لا هو مصر في عمليه ضبط موضوع الطاقه الكهربائيه بالنسبه للمحطات؟ اوكي، هو بلا جدال الربط الكهربي مهم جدا. مصر رابطه كهربي مع الاردن، والاردن رابطه برضه من الناحيه الثانيه، وفي نفس الوقت مصر رابطه كهربي مع ليبيا. وليبيا لو اتربطت فيه وصله، لو اتعملت الناحيه دي للجزائر، تقريبا الجزائر متوصله باوروبا وتونس، فهتلاقي في الحاله دي ممكن جدا يبقى ده المستقبل، لان اوروبا بتفكر ان هي تولد طاقه شمسيه من عندنا في تونس والجزائر وتصدرها لاوروبا. فانت النهارده العالم كله بقى حاجه واحده، انت عندك مصدر مش موجود عند حد اللي هو الشمس. لابد ان دي استراتيجيتنا واحنا حاطينها نحطها، لكن ما نتحدثش دايما ان احنا لا قدرتنا على الطاقه الشمسيه يعني ضعيفه. احنا نقدر نعدي الازمه الفتره بلا اللي جدال. جايه الحلول السريعه انا قلت لحضرتك فتره سريعه. طبعا. يعني كلمه حضرتك في نهايه الحلقه تقولها برضو مره ثانيه تاكد فيها على الحلول السريعه والحلول البعيده بشكل سريع في نهايه الحلقه. حضرتك باختصار، الطاقه مصدر رئيسي من مصادر الحياه. مصر هتحتاجها الفترة القادمة، ليس فقط في الصناعة والتنمية والاستخدامات والأنشطة المنزلية والتجارية، ولكن أيضا في تحلية المياه. فالطاقة مصدر رئيسي. مصادر الطاقة عدة. مصر كانت تعتمد في الماضي على البترول كمصدر رئيسي ووحيد. حاليا ومستقبلا يجب أن تنوع من مصادر الطاقة ويصبح لها خليط تعتمد فيه على مصادر الطاقة التي تملكها ولا تنضب زي الشمس والرياح والمياه، وتعتمد فيها بنسبة أقل على الطاقة الناضبة ممثلة في البترول زيت وغاز، وتعتمد فيها أيضا على الطاقة ذات السعر الاقتصادي ومتوفرة في العالم باحتياطيات جيدة وأسعار جيدة زي الفحم. ويجب أن تكون معدلات استهلاكنا رشيدة بالشكل الذي لا يؤثر سلبا على استمتاع المواطن بحياته، وذلك عن طريق استخدام اللمبات في الإضاءة ذات كفاءة عالية تديله إضاءة نفس الإضاءة التي يتمتع بها ولكن بمعدلات استهلاك أقل، توفر فاتورته وتوفر للدولة وقود واستثمارات في المحطات. كذلك التسخين، يجب أن تتخذ الدولة من التشريعات التي تضمن التسخين الشمسي في جميع المنشآت الجديدة فورا، ولا تمنح الترخيص إلا بوجود السخان الشمسي، وكذلك توفر السخانات الشمسية وتقيم صناعة وتوطن صناعة تسخين شمسي ترخص سعره وتمنحها للمواطن محدود ومعدوم الدخل بالتقسيط وفرا سدادا للقسط من الكهرباء. باشمهندس محمد شعيب، بشكر حضرتك على هذا اللقاء. حضرتك افدتنا بحلول سواء سريعه او
على المستوى المتوسط الأجل وأيضا البعيد الأجل بالنسبة لاستراتيجية الحكومة لحل أزمة الطاقة اللي احنا بنواجهها. وطبعا نضيف أن لازم يكون في شفافية من أي حكومة وأي رئيس في الفترة القادمة، على اعتبار أن احنا عندنا أعظم شعب في العالم. يكفي أن هو لما لقى خطر على مصر في حكم شاف أن ممكن يمثل خطورة زي حكم الإخوان المسلمين، قام هذا الشعب في 30 يونيو. يجب أن نشارك جميعا سواء مواطن أو حكومة أو مسؤولين في حل الأزمات اللي بنمر بيها، عشان إحنا عايزين نبقى الأفضل. بنشكر حضراتكم. الأسبوع القادم ملف آخر من ملفاتنا نفتحه من ملفاتنا الاقتصادية في علشان بكرة. إلى اللقاء.